السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم وختام جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ربنا سميع قريب مجيب للدعاء. أيها الإخوة الكرام، علامات حسن الخاتمة. العلامة الأولى أن يموت المسلم وجبينه يعرق. قال صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين. العلامة الثانية أن يموت المسلم في ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الثالثة أن ينطق بالشهادة قبل أن يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. العلامة الرابعة أن يكون شهيدا، وليست الشهادة فقط يعني الموت بالجهاد في سبيل الله، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يموت محترقا أو غريقا أو بالطاعون أو بمرض البطن أو دفاعا عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. العلامة الخامسة أن يموت على عبادة، كأن كان يصلي مثلا أو كان صائما أو كان ذاهبا إلى مجلس علم أو كان ذاهبا إلى صلة رحم أو كان يقرأ القرآن أو كان يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذاهبا إلى إصلاح بين الناس أو كان في خدمة أمه وأبيه أو كان ذاهبا إلى قضاء حاجة أخيه المسلم وما أشبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. أسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلني الله وإياكم
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.